السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم مبارك عليكم. يلا نعمل سفرة جميلة ولذيذة وسهلة، ومتاخدش وقت ولا مجهود ولا تقف كتير في المطبخ، ومن الأكلات الفخمة جدا جدا على السفرة. عندك عزومة تبقى جميلة قوي 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 وتسد وإن شاء الله تبقى تعجبك الأكلة. أكلة سهلة جدا. الحمام الكذاب لو احنا مخزنين الأفخاد مخلية جاهزة مش هياخد منك نص ساعة على بعض. حلو جدا جدا، وعملنا رز تحفة تحته ان شاء الله يعجبكم. الفخدة ما شاء الله مستوية جدا وبتتقدم فخمة، والرز بتاعها ما بينزلش ولا حاجة. اهو ما شاء الله مستوية جدا جدا من جوه. يلا نشوف، بسم الله. عندي افخاد مخلية، انا بخزنها مخلية جاهزة، ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وبصل بودر وثوم بودر، وهتبلها كويس جدا. طبعا انا غسلاها وبحطها في مصفى تتصفى تمام من اي مية فيها، ولو فيها مية بنشفها بمناديل مطبخ. يعني بفصص كده لو في حتة. انا برضو بعد كده هدقدقها شوية، بس انا بقى عشان التتبيلة بتبلها كويس وبسيبها زي ساعة في التتبيلة كده. بحاول اخلي التتبيلة تخش في كل حتة فيها، لان التتبيلة دي هي اللي بتديها النكهة والطعم الحلو وقت الاكل. عندي هنا معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنزل ببصلاية نعمل شوية رز حلوين. بصلاية ناعمة خالص مفرومة، بصلاية متخرطة زي ما انا مخرطاها كده، عادي جدا على حسب في بيتك بيحبوا ايه يعني. حطيت مكعب مرق لحد ما ساح، وهحط الرز اللي عندي، وهنزل بمعلقه قرفه، معلقه بابريكا مدخنه، وحبه ملح وبس كده. ما حطيتش اي حاجه تانية. وهقلب في الرز كويس جدا لحد ما احس ان هو بيتحمص، كاني بحمصه كده. بعد كده هحط معيار نص المعيار بس ميه، لحد ما يبدأ يتشرب. هنزل فيه زبيب وهو بيتشرب، لحد ما الزبيب يتشرب معاه بيديله تسكيره حلوه جدا، ولا تحطي سكر ولا تحطي اي حاجه. بعد كده همسك الافخاد ادققها شويه، علشان الصوص اللي هي بتاعه الافخاد بتبقى التخينه شويه دي تتفك معايا شويه. وانا حبيت اعمل تحتها بطاطس، فعملت بطاطس شرايح يعني، وبصلايه وفلفل وطماطم، وحطيت عليهم ملح وفلفل وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر، ورحت جايه حطاهم فوقها كده. انا حطيت شويه رز يبردوا في طبق تاني جانبي، وبحط بقى في الافخاد اهو، وبدخلها من جوه كده في الحته اللي هي بتاعه الدبوسه دي، وبلفها كده بالراحه رول، ولا بخيطها ولا بلفها باي حاجه. واروح جايه حطها فوق البطاطس، فكك الرز بالراحه بالمعلقه، احط الكميه اللي انا عايزه احطها، ما بملاش قوي الرز، الدنيا رز يعني. وادخل في الدبوسه كده بالراحه، واروح جايه لما الايه الفخده على بعضها بالراحه. بحاول اخلي الحته اللي فيها الجلده هي اللي فوق. اهو كمان واحده. أكلة حلوة جدًا. عملنا خضار تحتها، عملنا رز، رز بالخلطة، رز رائع طعمه حلو جدًا يتاكل لوحده، ممكن تعتمديه جنب أي أكل عندِك. وعملنا الفراخ حاجة كده عظيمة جدًا. في الآخر معلقتين صلصة وملح وفلفل، ورُحت جاية حاطاها فوق الفراخ كده، وحبة مَيّة طبعًا، وسِبتهم تحتها عشان الأكل يستوي في الفرن، ودخلتها الفرن تقريبًا نُص ساعة، 40 دقيقة حاجة زي كده، وخلاص وما أخدتش أي وقت. النار طبعًا مش هادية ومش عالية، متوسطة، لحد ما الفراخ تستوي وتاخد اللون الحلو ده. وطلعناها وطعمها مش عايزة أقول لكم تحفة جدًا. يعني حاجة كده، والفراخ دايبة ذوبان يعني، والبطاطس كمان جميلة جدًا متماسكة وفي نفس الوقت دايبة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتعتمدوها وتشيروها لنا، ونشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، وكل سنة وأنتم طيبين.